يا لهوي الصواني كانت هتقع مني. المهم محضره لكم النهارده وصفه خطيره جدا، سهله وبسيطه وتتعمل كلها في الفرن. حضرت النهارده مندي الدجاج في الفرن بطريقه سهله وبيطلع طعمه حلو قوي، شبه الفراخ المشويه كده بس ليه طعم مميز. ورز بسمتي كده مبهر بالزبيب والتوابل، خطير جدا. مش هطول عليكم، تعالوا ندخل نشوف وصفه غدانا النهارده. بس الاول حابه اشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوه زيها، لان لحد دلوقتي ما جاليش كومنتات سلبيه، فانا بشكركم جدا. وما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت علشان اكمل واعرف انزل وصفات. احنا بدأنا دراسة خلاص. واللي ما يعرفنيش انا ريهام صبحي، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هنجيب كده فرخة حلوة، بصوا ما يزيدش وزنها عن 2 كيلو. على فكرة ينفع الفرخة تقسميها نصين، او لو فرخة عندك مقطعة 4 قطع شغال، بصوا هتنفع. بس هو معروف المندي ان احنا بنقسم الفرخة نصين، يبقى ورك وصدر مع بعض، يعني كل ورك وصدر مع بعض. اسهل حاجة ليكي عشان تطلعيها مظبوطة ان انت قصيها بالمقص، بتطلع سهلة جدا في ان انت تطلعيها مقسومة نصين بالظبط. وطبعا الزور نطلعه ونخليه لوحده. هعمل لها فتحات بس كده عشان تشرب من التتبيله اللي انا هعملها. فتحات عباره عن ايه؟ نغزات كده في الصدر من جوه، فتحه كده في الورك كده بالطول، وتخلي السكينه توصل للعضمايه جوه، عشان لما تيجي كده تغسلي الفرخه الميه تدخل في العظم، فتلاقي الفرخه من جوه منوره، ما تلاقيش العظم بتاعها اسود ولا غامق. واعملي لها خرام كده من جوه. هنروح نغسلها واسيبها تتصفى. التتبيله عباره عن ربع كوبايه من الزيت وشويه توابل مكتوبه قدامكم، وعلى فكره ينفع تغيروا فيها. والخلطه بتاعه تتبيله المشاوي خدوا منها معلقتين، بتخلي الفرخه طعمها ولونها خطير جدا حرفيا. التتبيلات دي انا ما بستغناش عنها. المهم هنحط التوابل اللي قدامكم على الشاشه. طبعا انا مستعمله فرخه، فهحط بالظبط ايه، معلقه صغيره بس ما تبقاش مليانه قوي، عشان برضو احنا بنحب الفراخ يكون باين طعمها مش كلها توابل. خلاص، ادي التتبيله بتاعتنا. الملح بقى هي معلقه واحده بس ملح، لان احنا هنحط دبس رمان، فالدنيا ما تبقاش حادقه معانا. كل الكلام ده هنقلبه، وهنبدا نتبل الفراخ بتاعتنا بيه. انا هجيب صينيه بس واسعه كده علشان احط فيها قطع الفراخ براحتي. خلاص، وكل الفتحات دي كلها هنتبلها بالتوابل زي ما انتوا شايفين بقى. غطيها وتبليها من جوه. وعلى فكره مش محتاجه ان هي تتنقع خالص في التتبيله، احنا مجرد ما هنتبلها هنجهز وصفتنا على طول وهندخلها للفرن تستوي. فانا بالنسبه لي دي من الوصفات السهله والسريعه اللي مش بتحتاج مجهود في التحضير. هجيب بقى طاجن او صينيه عادي مدوره، هحط عليها الشبكه، وانا عندي شبكه الميكروويف اللي هي القصيره دي، انا دايما بستخدمها. بس الاول في الطاجن هنحط دول 2.5 كوباية من الرز البسمتي، طبعا مغسول ونقعه ربع ساعه، يعني عقبال ما تبلت الفرخه. وبعد كده صفيت طبعا الرز وحطيته. هحط 2 ليمونه من المجفف، وهنحط شويه بشر جوز الطيب. طبعا التوابل والحاجات دي حسب الرغبه، بس طبعا عارفين الرز المبهر الاساسي بتاعه اللومي، ورق اللورا، الحبهان، الليمون المجفف. ودي بصلايه صغيره انا مديلها تشويحه في معلقه سمنه، مكرملها في معلقه سمنه، تدي تست وطعم تحفه. كمان شويه زبيب ومعلقه صغيره من هريسه الشطه. وهنحط بقى الملح على قد الرز، يعني كل كوبايه رز معلقه ملح صغيره. المهم هنضيف التوابل اللي قدامكم على الشاشه، وكل التوابل دي معالق صغيره ممسوحه. ما ننساش معلقه صغيره من الكاري ومعلقه صغيره من الكركم، بيدونا التست والطعم بتوع المندي. المهم حطينا التوابل، وشعرة القرفة برضو مهمة، بتخلي الرز المبهر طعمه خطير. هنحط التوابل دي كلها على الرز، ولو حاجة ناقصة عندك منهم مش مشكلة. المهم وانتي بتتابعيني لو وصلتي لحد دلوقتي ما تنسيش اللايك شير كومنت اعرف رأيك، وطبعا الشير مع اصحابك. المهم هنقلب الرز، نحط له بقى شويه زيت صغيرين، معلقتين زيت عشان يطلع مفلفل، ومعلقه سمنه تديله طعم وتست حلو. وخلي بالكم انا ما كترتش السمنه، لان الفراخ هتنزل الدهون بتاعتها على الرز. وهنحط انا مستعمله 2.5 كوباية رز، هحط قديهم 2.5 كوباية من الميه المغليه. الوصفه دي الرز يبقى قده ميه، علشان لسه العصاره بتاعت الدجاج والدهون بتاعت الدجاج هتنزل، فما يبقى الرز ما يتهريش معانا. وغير كده كمان انه هيستوي على مهله في الفرن. المهم الرز كده بقى جاهز، قلبناه. تقدري تدوقي طعم الميه دي وتظبطي الملح. وبس هنجيب بقى الشبكه نركبها كده فوق الصينيه بتاعتنا. وممكن كمان لو ما عندكيش الشبكه دي حطي عيدان الشيش طاووق وثبتي عليها الفراخ من فوق الصينيه. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا، نحطهم كده في ظهر بعض كانهم متخاصمين،
وبعد كده هنغلفها بورق زبدة وفويل لو عندك. لو مش حابة كده، انا اسهل حاجة بالنسبة لي ان انا بجيب صينية اقلبها، بس تكون واسعة، اقلبها فوقيها بس، وادخلها بقى الفرن على اعلى درجة حرارة. وبعد ما يعدي ربع ساعة بهدي على 200. يعني انا دلوقتي بدخل على اعلى درجة حرارة، ولما يعدي ربع ساعة بهدي على درجة حرارة 200 واسيبها ساعة وربع كاملة. ساعة وربع. في تركة بقى بعملها، ان انا دلوقتي خلاص عدت ساعة وربع، بطلعها من الفرن بالشكل ده. بس طبعا امسكوها لان الصينيه كانت هتتزحلق مني. طبعا هي الفراخ استوت، والرز ببص عليه طبعا اتاكد ان هو استوى تمام. التركه اللي بعملها بقى عشان اديله طعم الشوي، ان انا هدي بس للرز تقليبه. بص الرز مفلفل ازاي مع انه قعد ساعه وربع في الفرن. خطير، مفلفل جدا. وشوف مقدار الميه مظبوط. هنجيب ايه، هنجيب الفراخ بتاعتنا خلاص من على الشبكه، ونحطها فوق الرز، وندخلهم تحت الشوايه. هياخدوا لون دقيقه بس، تبقي واقفه قدامهم ياخدوا لون تحمير وبس. تطفي عليهم وتقدميهم بالهنا والشفا. الوصفه دي خطيره. تحطي كله على بعضه ودخليه الفرن. بجد عجبتني جدا وعجبت الولاد جدا. انا دايما بعملها لهم يعني، ومن اول الفيديوهات اللي انا نزلتها على قناتي من 8 سنين تقريبا. المهم وصفة تجنن. الرز بيطلع مفلفل جدا وطعمه وريحته خطيرة. كمان الفراخ بتطلع خفيفة، وبتطلع فعلا الأكلة دي كأنها دايت بالظبط. بتطلع خفيفة ومتبهرة ومتبلة وطعمها جميل جدا ومستوية. يا رب وصفة مندي الدجاج تكون عجبتكم وتجربوها، واكتبولي في الكومنتات رأيكم. أشوفكم على خير. باي.